مائدة يوسف وهبي وفانوس كاريوكا وقمر الدين للمليجي. رمضان ونجوم زمان. من مائدة رحمن تحية كاريوكا لصلاة سامية جمال بالسيدة نفيسة، عزومة ماجدة الصباحي وجبنة عبد الحليم ومكسرات هند رستم. أما بقى أي حد يفطر في رمضان فكان ليه عقاب غريب جدا من أم كلثوم. وإيه هي حكاية طلب كاريوكا فتوى للفطار في رمضان وإطعام 60 مسكين بأمر من المخرج؟ الأزمان بتختلف، لكن الاحتفال برمضان دايما ليه طابع خاص وطعم مميز وطقوس روحية بتدي الروح السكينة والخشوع. والمصريين على عكس كل شعوب العالم عندهم تفاصيل خاصة لشهر رمضان. الفنانين في زمن الفن الجميل بقى كانوا دايما بيستقبلوا الشهر الكريم بطقوسهم الخاصة. البداية هتكون مع مائدة الإفطار بتاعة يوسف بيك وهبي، واللي بيجهزها على طول مع ميعاد الفطار في البلاتو، وبيوجه الدعوة لأبطال وبطلات أفلامه. في المائدة بتظهر فنانات كتير منهم فاتن حمامة وماري منيب، واللي ليهم صور كتير بيفطروا مع بعض بعد ما خلصوا تصوير. هتقولوا لي ما هي ماري منيب كانت مسيحية، هقول لكم ما هي أسلمت يا جماعة، وبعدين حتى لو مسيحية احنا في مصر المسيحيين والمسلمين بيحبوا بعض، وفي رمضان المسيحيين زي المسلمين بالظبط، وكمان بيشاركوا المسلمين في الفطار، وما ينفعش يعدي حد حتى لو مسيحي على فطار وما يقعدش ياكل. أما بقى الفنانة تحية كاريوكا فكان عندها عادات ثابتة كل سنة لازم تعملها في رمضان. أولها إنها تشتري فانوس رمضان، يعني عشان يفكرها بأيام الطفولة الحلوة، وليها أكتر من صورة وهي ماسكة الفانوس، وكانت فرحانة بيه جدا. وده ما يمنعش إنها كانت بتقضي وقت طويل في المطبخ، وقالت إنها بتتحول بقدرة قادر لطباخة شاطرة قوي في رمضان بالذات، وبتعمل أحلى الأكلات وخصوصا طبق السلطة، واللي كان كل أصحابها بيتكلموا عنه ويقولوا اللي ما كلش سلطة من إيد توحة ما يبقاش كل سلطة نهائي. غير المحاشي وبالأخص ورق العنب، وكانت بترفض الشغل في رمضان سواء تمثيل أو رقص. تحية كاريوكا كمان كانت أول فنانة تعمل مائدة رحمن في رمضان، وده كان في بداية الستينات، وحرصت على استمراريتها لفترة طويلة جدا لحد ما بطلت تشتغل والمرض اتمكن منها وما بقتش تقدر تصرف عليها. واللي أخدت منها العادة دي فيفي عبده، واللي كانت تحب تقلدها في كل حاجة، فبقت تعمل مائدة رحمن كل سنة. وبتقول كمان إنها ما تقدرش تنسى الغلابة أبدا، وإن نفسها تبقى زي الست تحية. ولما اتسألت عنها قالت دي حاجة بيني وبين ربنا وما بحبش أتكلم فيها. ولما بتتهاجم بسببها بترد وتقول ربنا يسامح الجميع، أهم حاجة بالنسبة لي هو رضا ربنا عني ويحبب فيا خلقه. وطبعا طول الشهر بتوقف الفيديوهات إياها اللي بتنشرها على الفيس والإنستجرام. أما بقى محمود المليجي فكان بيروح يشتري مستلزمات رمضان بنفسه، وكمان بيصور نفسه تذكاريا. وكان رمضان عنده كله عبارة عن حاجة واحدة بس، وهي شراء قمر الدين المتلج، وكان لما يشربه يحس بالبرودة والانتعاش في جسمه طول الشهر. وكمان كان بيحرص على قراءة القرآن الكريم كله في رمضان، واللي حفظه قبل وفاته ب3 سنين بس، وبلغ عمره وقتها 70 سنة. نروح بقى مع بعض لسوريا حلمي، ودي كانت دايما بتجهز تموين شهر رمضان وتدي اهتمام خاص باللوز والجوز، وتجري على المحلات اللي بيبيعوهم عشان تشتري كفايتها رمضان كله وكمان لأيام العيد. الفنانة ماجدة الصباحي كانت دايما بتحضر مائدة الطعام لكل أفراد أسرتها والعمال في بيتها كمان، وكانت بتشتغل كأنها هي الخدامة طول شهر رمضان. كانت تقعد مع الطباخين والسفرجية على المائدة وتقدم لهم الأكل بنفسها كنوع من الامتنان ليهم على خدمتهم طول السنة. وقالت في حوار صحفي إنها اتولدت في رمضان وبدأت تصوير أهم أفلامها جميلة بحيط، والفيلم اتعرض في رمضان اللي بعده ونجح نجاح كبير جدا، فكانت شايفة إن رمضان شهر الخير عليها. نيجي بقى لوحش الشاشة فريد شوقي، واللي كان مشهور بتقربه لله والخشوع في رمضان جدا، واتلقطت له كذا صورة نادرة وهو على سجادة الصلاة، وكان دايما لابس الجلابية في شهر رمضان الكريم يستقبل ضيوفه وزملائه وهو مستعد للصلاة. أما الفنانة الجميلة مديحة يسري فكانت دايما بتطبخ بنفسها، وكانت ست بيت شاطرة جدا لدرجة إن فاتن حمامة كانت تطلب منها تعمل لها أصناف معينة في رمضان. وكمان كانت حريصة على الصلاة، وعادة كانت بتختم القرآن الكريم في رمضان. أما بقى سامية جمال فكانت حريصة على صلاة التراويح في آخر أيامها في مسجد السيدة نفيسة، وكانت أوصت إن جثمانها يخرج منه. وكانت بتحب تقضي وقتها في تجهيز الفطار، وبتتحول لطباخة شاطرة تعمل مائدة مليانة بكل اللي تشتهيه الأنفس. أما الفنانة هدى سلطان فكانت بتستغل معرفتها بفنون تصميم الأزياء وتصمم لنفسها ولبنتها هدوم الصيف، خصوصا إن رمضان بيديها وقت كافي عشان تركز في المهمة دي.
وأصحابها في الوسط الفني كانوا بيقولوا عليها مصممة الأزياء الأولى في الوسط الفني. ومن النجوم اللي كانوا دايما حريصين على تحضيرات رمضان كان الفنان الكبير فريد الأطرش، واللي كان مشهور بكرمه وكان بيستضيف أصدقائه في الوسط الفني ويعمل لهم فطار شبه يومي في رمضان. ومن بينهم الفنان محمد فوزي وزوجته مديحة يسري، والفنان كمال الشناوي والفنانة شادية والفنانة هدى سلطان، ليلى فوزي وغيرهم من النجوم الكبار. وطالما ذكرنا فريد الأطرش بقى يبقى لازم نفتكر العندليب عبد الحليم حافظ، اللي كان معروف عنه على حرصه على عمل عزومات لأصدقائه من الوسط الفني على الفطار والسحور. العزومات دي كان بيكون فيها كل الأصناف اللي الواحد يتمناها من أكل وشرب، لكنه هو شخصيا كان يقعد على مائدة الفطار وياكل طبق جبنة صغير، وده طبعا بسبب ظروفه الصحية اللي كلنا عارفينها، يعني مرض الكبد اللي كان بيمنعه من أكل أكلات كتير قوي. وكان بيقضي معاهم أجمل الأمسيات، ومفيش أمسيات من غير قفشات وإفيهات ومقالب خفيفة. وكان يقضي رمضان صلاة وقراءة قرآن، وكان بيحب يجيب لمنزله مقرئ كل يوم عشان يقرأ القرآن معاه. أما الفنان الكبير أنور وجدي فده كان من أكتر النجوم حرصا على الصيام، وكان بيتحول في رمضان لواعظ ينصح زملائه بالصيام ويحذرهم من عذاب الآخرة. ومن أهم عاداته في رمضان إنه كان بيعمل موائد طعام وبيدعو فيها أصدقائه المقربين من الوسط الفني. أما حسين صدقي فكان معروف في الوسط الفني بتدينه الشديد، وكان من أحرصهم على صيام رمضان، وكان بيحيي ليالي رمضان في بيته ويجيب فيها رجال الدين، ومن بينهم الشيخ شلتوت اللي كان من أقرب أصدقائه. أما هند رستم فكانت حريصة جدا خلال رمضان على ممارسة هواياتها المفضلة زي التطريز وأشغال الإبر، وطبعا رمضان ما يخلاش من المكسرات زي الجوز واللوز. فهند فكرت تستغل حاجة اسمها النقل وتعمل منها حلي زي الأقراط والأحزمة، وهي شايفة أن الهواية دي ليها ميزة كبيرة جدا، إنها بتشغلها طول النهار وبتسليها وتخليها ما تحسش بالوقت ولا حتى بتعب الصيام. فكانت بتقضي النهار كله وهي بتعمل سلاسل من المكسرات تاكلها بعد الفطار وكمان توزع منها على أصحابها وأصدقائها. أما فاتن حمامة فاختارت هواية قريبة من الوسط الفني والشغل بتاعها كممثلة. قررت إنها تقضي نهار رمضان في قاعات السينما المكيفة تشوف فيها الأفلام اللي ما قدرتش تشوفها قبل كده، وده خلى الوقت يعدي بسرعة وفي نفس الوقت استمتعت بحاجة بتحبها. هتكلمني في الوقت ده عن الحرمانية؟ هقولك دي حاجة بينها وبين ربها. أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فكان دايما بيتكلم في كل أحاديثه الإذاعية والتلفزيونية عن طفولته وشبابه. كان بيقضي وقته كله في رمضان في مسجد السيد الشعراني، وكان بيبقى سعيد جدا لما أبناء الحي يطلبوا منه إنه يرفع الأذان من فوق مأذنة المسجد خصوصا لصلاة الفجر. نروح بقى مع بعض لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. كانت بتحكي عن طقوسها في رمضان وبتقول إنه بفضل نشأتها القروية وفي عيلة ملتزمة دينيا اتعودت على الصيام من وهي عندها 9 سنين، وكانت دايما بترفض الفطار مهما كانت الأسباب، وكان عندها اعتقاد قوي إن اللي يفطر ويخرج من بيته ممكن يحصل له أي مكروه، وده اتأكد لها بعد ما اضطرت يوم إنها تفطر لأسباب صحية. وأثناء خروجها خبطتها عربية، مش هي اللي خبطتها عربيتها اتخبطت في عربية، يعني حادثة بسيطة. فشافت عقوبة الفطار بعينيها، ورغم جديتها ما كانتش بتوقف عن مقالب الضحك في رمضان، زي المقلب اللي عملته للأصابجي لما دعت أصحابه للفطار في بيته وما لقوش أكل كفاية فاضطروا إنهم يروحوا مطعم ودفعوا فاتورة كبيرة قوي. أما شادية فكانت عندها جارة بتتشائم منها طول السنة، لكن في رمضان كانت مطمنة وما بتخافش منها أبدا، لأنها كانت مؤمنة إن المؤمن ما بيصيبوش مكروه وهو صايم، وكانت شايفة إن رمضان شهر التقشف، وعلشان كده كانت بتحب الفول المدمس مش بس للسحور لكن أحيانا للفطار كمان. وكانت حريصة على الصلاة وقراءة القرآن، وخاصة بعد اعتزالها كانت بتعمل خلوة لنفسها معظم أيام الشهر الفضيل. كمال الشناوي كان دايما بيصر على التوقف عن التصوير أي عمل في رمضان، ولو اضطر إنه كان يمتنع تماما عن المشاهد اللي فيها قبلات زي ما حصل في فيلم شارع البهلوان، وكان بيكمل التصوير من غير أي قبلات طول الشهر، وده حصل في أعمال تانية كتير اضطر إنه يشارك فيها. أما فناننا الكبير عادل أدهم فكان بيتفرغ لرمضان وللعبادة، ما كانش بيشتغل خالص، وكان دايما بيجمع العيلة على مائدة الفطار ويجهز بنفسه طبق السلطة وكمان طبق الفول المصري عشان كل يوم يكون موجود على المائدة ويشارك الجميع. حسين يوسف كان بيحرص على شراء فانوس رمضان التقليدي القديم، وده قبل رمضان بكام يوم، وكان بيمشي على خطاه كمان النجمة نادية لطفي وزهرة العلا أحمد مظهر، وكلهم كانوا بيهتموا بالحفاظ على طقوس رمضان والرموز التقليدية للشهر.
أما نعيم عاكف فكانت على الرغم من انشغالها الكبير كانت بتحرص إنها تحضر عجينة القطايف في البيت طول أيام رمضان، وكمان قبل العيد بكام يوم كانت بتجهز الكحك وتقدمه للضيوف، وكانت منتظمة في الصلاة في المسجد. وحصل موقف بينها وبين الصحفيين اللي كانوا بيتابعوها ويصروا إن هم يصوروها وهي لابسة ملابس الصلاة، وده عمل بينها وبينهم مشادة كبيرة قوي. نيجي بقى للواقعة الغريبة سنة 57. المخرجين كانوا بيطالبوا الفنانين المشاركين معاهم في تصوير بعض الأعمال اللي كانوا بيصوروها وتصادف إنها في شهر رمضان إنهم يفطروا عشان يقدروا يكملوا المشاهد اللي بتحتاج الفنان إنه ياكل فيها أو يدخن سيجارة، أو عشان حتى التعب أو الإرهاق اللي بيجيلهم من الصيام وممكن يأثر على أدائهم في الأدوار. كان من بين النجوم دي كانت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكي، واللي كانت حريصة جدا على الصيام لدرجة إنها كانت دايما بتعتذر عن الشغل في رمضان عشان ما تضطرش إنها تفطر. لكن في مرة حصل موقف غريب وهي كانت بتشتغل في فيلم السيد البدوي. الفيلم كان بدأ قبل رمضان لكن لظروف معينة اتأجل شوية، ورجع التصوير قبل رمضان بأسبوع واستمر خلال رمضان، والمخرج كان عايز يخلص تصويره قبل العيد. كان في مشهد محتاج كاريوكا تركب حصان وهي مش قادرة تعمل ده وهي صايمة. المخرج طلب منها إنها تفطر عشان تكمل المشهد وما يتعطلش الشغل، وإلا هيكون عليها مسؤولية التأخير. بعد خلاف بينهم راحت كاريوكا لواحد من المشايخ وسألته، وأفتاها إنها ممكن تفطر يوم واحد بشرط إنها تطعم 60 مسكين طول الشهر. كاريوكا طبقت الفتوى وتم تصوير المشهد فعلا، واضطرت إنها تفطر بأمر المخرج، وربنا يسامحها ويسامحنا كلنا. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكايات المشاهير. يا ريت تشاركوني بعاداتكم في رمضان، وإيه الحاجات اللي بتحبوا تعملوها ودايما بتصروا إن انتوا تعملوها في رمضان. هستنى تعليقاتكم وهقراها كلها، واشوفكم في حكاية جديدة، وكل سنة وانتوا طيبين. سلام.